السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الليمون المخلل بطريقة سهلة وبسيطة والليمون اليومين دول رخيص حلو كده. دول 2 كيلو ليمون، هتغسليهم كويس حسب الكمية طبعا اللي انت عايزاها. هنغسلهم كويس وهنحط عليهم مية، نغطيهم بالمية ونحطهم على النار. يا دوب بس يغلوا، هي غلوة واحدة مش اكتر من كده، زي الشكل كده ما قدامكم. مجرد المية ما تغلي اطفي وادلقي المية، لان هو الليمون دون قشرته خفيفة، فعشان ما يتهريش منك. ده ب5 جنيه عصفر، وجزر مبشور وفلفل مفروم وفلفل حامي. هاتي فلفل بلدي عشان برضو ما يتهريش. هنمسك كده الليمون بالمقص هنعمل فيه فتحة كده على شكل كروس، وبالمقص كده عشان نقدر نحشيه، او علامة زائد اي حاجة. يعني هتفتحي فتحة وتفتحي من النص منها فتحة تانية بالشكل اللي انا بعمله ده. هنعمل الكمية كلها وبعدين نبدأ بقى الخطوة التانية ان احنا نحشيه. انا يا جماعة ولا قعدته يومين في المية وغيرت له مية خالص. انا مجرد ما غلي دلقت المية بتاعته دي وحطيت مية ساقعة وساعة بالظبط وعملته على طول. لان زي ما قلت لكم الليمونة دي قشرتها ناعمة وخفيفة عشان ما يتهريش. كنا الاول بنحطه ونفضل نغير عليه المية يومين 3. لا، مفيش الكلام ده خالص. انا حطيت كده الجزر وحطيت فلفل احمر مفروم، وده الفلفل مقطعاه كده وغسلاه ومقصاه بالمقص، كل فلفلايه 2 كده. يبقى انا حطيت جزر وحطيت الفلفل وحطيت ملح، في حدود نص كيس ملح وبس. وهنزل بالعصفر اللي هو ب5 جنيه عصفر على قد الكمية دي بالظبط، اللي هما 2 كيلو. هنزل بقى بالعصفر ده واقلب بقى مع الملح والجزر والفلفل. وبعدين بقى همسك ليمونة هحشيها بالخليط ده. الخليط ده يا جماعة رائع رائع رائع. يعني انا عن نفسي بحب اكله الحشو اللي جوه الليمون ده، لانه حلو قوي. الجزر بيبقى واخد من الليمون هو والفلفل، بصراحة جميل جدا. هنجيب بقى برطمانات طبعا مغسولة كويس ومشطوفة بمية سخنة ومتعقمة على النار كده عشان الليمون ما يعفنش منك. هنمسك كده الليمون بالشكل ده. هحط بس الاول حبة فلفل تحت، وهنمسك بقى الليمون كده ليمونة ليمونة نحشيها لحد ما نخلص الكمية كلها. احشي بقى ورصي. ده يا جماعة ليمون سريع، بتاكليه تقريبا 3-4 ايام، او بمجرد الفلفل ما يصفر. انا عن نفسي بعد يومين بالظبط شلت البطرمانات في التلاجة وسبت البرطمان اللي انا هاكل منه بس، والباقي شلته في التلاجة عشان ما يتهريش مني. يعني بالظبط مجرد ما الفلفل يصفر هتاكلي منه عادي، ولا هتلاقي فيه مرارة ولا اي حاجة خالص. في الليمون اللي انت عايزاه يعيش شوية، هتنقي الليمونة اللي قشرتها تخينة، بس انا ما بحبهاش. انا بفضل الليمونة اللي قشرتها رقيقة، دي بتبقى اطعم و... و... وبتبقى في نفس الوقت ما بتتهريش ولا حاجة. بس ما اعرفش، بحس ان نسيجها بيكون احسن واطعم من اللي هي الخشنة. انا عملت برطمانين اهو وعملت الكمية التانية، وهحط البطرمان التالت اهو بالظبط. رق فلفل، رق ليمون، وهكذا. وهيتفضل بقى حبة من الخلطة، هم دول اللي هنكمل بيهم التخليل. سهل جدا يا جماعة تخليل الليمون، واحلى مليون مرة من الليمون المخلل في الشارع. على فكرة استحالة الليمون المخلل اللي بيتباع جاهز يبقى زي اللي بيتعمل في الشارع. انا عن نفسي ما بحبش اصلا اكل الليمون من بره البيت خالص. بس كده قفلي بقى رق ليمون ورق فلفل. فاضوا الحبة دول هحطهم بقى في برطمان صغير. انا بقى بعد يومين يعني تاني يوم بالظبط
تاني يوم بالليل، انا عاملاه ده الصبح، تاني يوم بالليل رحت مدخله البرطمانات الكبيره دي في التلاجة، وسبت البرطمان الصغير ده بس اللي بره عشان اكل منه، والباقي كمل تسويته في التلاجة عادي خالص. دايما يا جماعه عودوا نفسكم ان انتوا تحطوا المخللات قبل ما يعني وهي قبل ما تستوي، حطوها في التلاجة عشان ما تتهريش. الليمون والزيتون بالذات، حبة اللي فايضين، حبة الصوص اللي فايضين دول وحبة الليمون دول، ده الصينية اللي كنت مقصقصة فيها الليمون، ده عصير ليمون حطيه برضو كده في البرطمانات. الليمون اصلا مادة حافظة. هنكمل بقى بقية البرطمان بحبة الفلفل دول، حرام هحطهم على الوش لان كل ده هيهبط على فكرة، وهتلاقيه قل معاكي والبرطمانات بقت مظبوطة يعني. بس المهم ما تزوديش المية قوي، بس هو طبعا ما بيفرش ولا بيزيد زي الليمون، سوري زي الزيتون. الزيتون بيفور كتير وبيزيد كتير، انما الليمون لا. خلاص خلصت كمية الفلفل بقى، واعمل بقى المحلول التخليل. محلول التخليل ده عبارة عن نفس الطبق اللي كنت بخلل فيه، اللي حاطه فيه الخلطة، الفلفل والجزر والعصفر. هحط فيه مية متفلترة او مغلية، وزودت كمان معلقة تاني، معلقة جزر ومعلقة فلفل، وطبق، واحط نص كيس الملح اللي فاضل. احنا كده ال2 كيلو دول خدنا عليهم كيس ملح. خلوا بالكم يا جماعة المقدار ده، الليمون طالع مش حادق خالص، طالع مظبوط، عشان مرضى الضغط برضو الواحد من نفسه ياكل حاجة مخللة، بس مش طبعا مش تبقى حادقة، مش. فزي ما قلت لكم الكيس الملح على ال2 كيلو الليمون، 2 كيلو ليمون ونص كيلو فلفل. هنملى بقى البرطمانات، بس طبعا مش هنملاها للاخر، هنسيب حبة فيها عشان خاطر نحط شوية زيت في الوش، عشان الزيت ده هو اللي بيقفل المسام وبيمنع المخلل الليمون والزيتون بالذات ان هما يحصل فيهم اي حاجة وحشة، يبوظوا او اي حاجة. املي بقى كل البرطمانات بالسائل الجميل اللي لونه تحفة ده، هيخلي لك الليمون طالع تحفة. انا ان شاء الله هبقى افتحه معاكم واوريكم شكله ايه. كنت شايلة بقى 3-4 ليمونات، قطعتهم ترانشات بالشكل ده، بس قبل ما اعمل اي حاجة هرج كده البرطمان عشان كل الحاجة تمتزج مع بعضها. الليمون اللي انا مقطعاه ده الني هحطه فوق الوش عشان نقفل بيه بعد الزيت، يعني انا هحط حبة الزيت اهو، حبة زيت على كل واحد، وهقفل بقى بالليمون علشان الليمون اللي فوق الوش ده وبيحفظه برضو زي ما قلنا مادة حافظة، الليمون مادة حافظة. شوية زيت بالشكل ده عشان نقفل عليه تماما وبس خلاص، ونقفل بالليمون، الليمون الترانشات وبألف هنا، يعني بالكتير 3-4 ايام وهتاكلي منه هيبقى زي الفل. هتلاقي مجرد ما تلاقي الفلفل استوى واصفر خلاص الدنيا معاكي مظبوطة والدنيا مستوية ومفيش اي حاجة. قفلي بقى البرطمانات كويس جدا، ما تخليش فيها هوا عشان الهوا بيبوظ المخلل. هتقفليها بالشكل ده، وزي ما اتفقنا وزي ما قلنا واقولها المرة الأخيرة، حطي بره لتاني يوم، وسيبي واحد بس بره التلاجة والباقي دخليه عشان يفضل معاكي. ده هيفضل معايا لحد رمضان، يعني انا بسيب برطمان كده لرمضان. الليمون حلو قوي في اليومين دول، والشتاء واكل الشتاء. السبانخ مش ما بتتاكلش من غير الليمون. شوربة العدس، حاجات كتيرة، اكلات كتير، شوية فول مدمسين حلوين، طعمية. الليمون بيليق على حاجات كتير جدا جدا، مش مكلف. 2 كيلو ليمون مش هيكلفوكي حاجة، ونص كيلو فلفل. لو عجبتكم الحلقة ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب.